الدفاع الوطني قد أفاد أنه في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون دائرة جورايا بتبازا بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم من القضاء على 4 إرهابيين واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، بندقية رشاشة من نوع أخبيكا، وبندقيتين مضختين بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة. أثناء هذه العملية التي لا تزال متواصلة استشهد في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين والعريف الأول قايد عيشوش عبد الحق. تأتي هذه العملية مع بداية سنة 2021 التي ستكون بإرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي ستكون حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية، وتؤكد مجددا حرص وعزم قواتنا المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن. نحن الآن متواجدون منطقة تبازا، مهمة جهوية للقضاء على بقايا المجموعات الإرهابية، وذلك من أجل هدف واحد وهو أمن المواطن وسلامة البلاد. القضاء على بقايا المجموعات الإرهابية المتواجدة في المنطقة والتي تشكل خطر على سلامة المواطنين بالرغم من ظروف طبيعية قاسية، إلى أننا عاقدين العزم على أن نقوم بكل إخلاص وثبات على الحفاظ على سلامة الوطن. نحن أفراد الجيش الوطني الشعبي جاهزون للتضحية بالنفس والنفيس من أجل هذا الوطن الغالي. الجيش الوطني الشعبي هو صمام الأمان للبلاد، وتبقى الجزائر حرة مستقلة. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.